يختلف في إسرائيل مهما اختلف راي عن راي. هذه الديمقراطية قد يكون ثمنها باهظ علينا، لكن هذه الديمقراطية. نعود مرة أخرى لننصهر مع بعض وإن اختلفت آرائنا. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. بدأ البرد يدخل مرة ثانية، يقولون أن 15/1 نص الشهر الجاي أو الحالي حيتحول درجات الحرارة إلى برودة قاسية. يا حيا الله جاهزين. يعني هي مو كل ليلة، لكن أنا أحب يعني أن أبشر الناس دائما بما هو جيد وما هو يجلب لي السعادة، فأتمنى يعني أتنقص السعادة حق خلق الله. فلمحبين الشيخ طلال فهد الأحمد بعد عملية أمس، اليوم الحمد لله الأخبار تتقاطر من لندن أن أبو مشعل عدى المرحلة الحرجة، استقرت حالته، وهذا الشيء يسعدني ويثلج صدري ويثلج صدر كل إنسان يعني يتفاعل مع هذا الظرف. فعسى الله يفك عوقك يا أبو مشعل، وإن شاء الله نستقبلك في الكويت ونفرح فيك وتعود الليالي معاك الجميلة، يعني قعداتنا وسوالفنا بعيد عن الرياضة وغثاها. أبو مشعل، من أبو مشعل أدخل في، ولا خلوني أوقف عند الشيخ طلال فهد دام أن الشيء بالشيء يذكر. ترامب الرئيس الأمريكي الحالي الجديد، ترامب شخص رأسمالي وعادي يعني، ورئيس أمريكا أعظم دولة في العالم. شو يقول؟ واقف في مؤتمر صحفي وقدامه القنوات، من ضمن القنوات العالمية الكبرى كانت CNN موجودة، فعلى طول التحم معاهم ترامب هذا الرجل اللي جاي ثائر، وقال لهم أنتم كذبة وأخباركم مزيفة ولا يشرفني التعامل معاكم. هذه الكلمة يقولها ترامب وهو يعلم حجم تأثير الإعلام في أمريكا. أمريكا أساسا قامت في عظمتها كدولة العظيم الله سبحانه وتعالى على الإعلام، وهو يعرف حجم الآلة الإعلامية وتأثيرها عليه هو كحاكم لأمريكا، وعلى القوى العظمى، وعلى الحكومات، وعلى المتنفذين، وعلى أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية، وعلى أصحاب النفوذ الذين لا يتحركون إلا بإعلام مدروس. ويقولها ترامب حق CNN، هذا الوحش الإعلامي، أنتم كذبة لا يشرفني أن أصرح لكم وأخباركم كلها مزيفة. هذه كلمة لا تكاد أن تتكرر في كل زمن ووقت. ومنو قايلها؟ رئيس أمريكا. هذا يعني قاعد يصف الإعلام العالمي الدولي المتجسد في مكانة CNN، هذه المؤسسة العريقة. خل نروح حق العرب، اني حق الإعلام العربي ونعكس نظرية ترامب. نلاقي ان أكبر الكذابين إعلاميا وأكثرهم تخرف وتزويرا للحقيقة وتشويها MBC وتوابعها العربية، الحدث، كل يوم يسوون قناة يعني مو لنا، عبالهم احنا قرعان. فأكثرهم كذبا MBC وتوابعها العربية والحدث، خاصة أنهم هاليومين حاولوا ياخذون دور. يا سبحان الله، أنا وين جاي في المقدمة وين دشيت مع طلال فهد وين وصلت من ترامب لهني. المهم، تحاول العربية أو MBC ومجموعتها اليوم تمثيل دور الحقيرة الجزيرة اللي حاولت انها تلعب وتثير الفتنة وتشعل الجحيم العربي إعلاميا، تحاول تلعب دورها. بينما اليوم الجزيرة وين وصلت؟ صفر على الشمال، ماكو شيء. بالفعل حسني مبارك لما قال علبة كبريت احترقت من داخل.
هذه خلينا نقول تقودني ايضا، دام انا ارتجلت في المقدمه خلينا نرتجل واكمل ارتجالي من العربيه وام بي سي وتوابعها والاعلام الذي يستهوي البسطاء من الناس ويكذب عليهم، الى خروج امس طلع واحد تافه في برنامج اتفه منه وقال له كلمه في الشيخ طلال فهد، كلمه يجب ان اتوقف عندها. قال إن يا طلال ويا أحمد ترى ريحتكم فاحت وحلوا المشكل وخلصونا بطريقته. طبعا هو يتهزز لأنه متعود على الطيران، متعود على الطقطقة. وخلصونا وفاحت ريحتكم، وأردفها بقول ما ممكن أعديه أنا. احمدوا ربكم انكم مو في الوسط الرياضي السعودي. صدقك انت نسيت عطني ابو اثنين؟ نسيت سلطان بن فهد ايش سوى بالتليفون؟ نسيت اذكرك برئيس نادي النصر الراحل رحمه الله عليه ايش كان يسوي فيكم بالصحافه؟ الكلام مو معاك، انت بالنهايه كومبارس، تأدي دورك وتروح البيت. الكلام مو لوليد الفراج، لا، لوليد الابراهيم شيخك، الشيخ وليد الابراهيم مالك الام بي سي. اسمعني وافهمني واقرأ ما بين كلماتي. يا وليد يا ابن ابراهيم، نحن من علمناك ألف باء الإعلام ونفتخر في هذا الشيء، وإن كان طالبنا بليد لكن نحن جامعة يتخرج منا الجميع، وأم بي سي هي من صنع الإعلام الكويتي، ودولة الكويت هي من فتحت آفاق الدنيا الإعلامية لبث أم بي سي في 94 إكراما للملك فهد رحمة الله عليه، وإجلالا له لما لهذا الشخص من مكانة في قلوبنا وقلوب قيادتنا السياسية. اسمع يا وليد، خلافات شيوخنا في الكويت إن كانت في الرياضة وغيرها هم أبخص بحلها، ونحن في الإعلام الكويتي الأقدر على تشخيصها والتعاطي معها، كما خلافات أمرائكم في السعودية في الرياضة وغيرها نقف نحن دون أن نتدخل فيها، ليس جبنا منا ولا خوفا ولا نقصا في المعلومات، بل نحن نرصد كل ما يحدث، ولكن نحترم خصوصية الدول ولا نتدخل في أمر يخص أسر حاكمة فيها. احنا هالشكل مدرستنا علمتنا أن نحترم الآخرين ونصوبهم إن حادوا عن درب الصواب، فإن عدت لها عدت يا وليد يا إبراهيم. ترى الحشيمة ملك، الحشيمة حق الملك سلمان فقط. وترى أنا ما نسيت، وأنا حذرت من 4 شهور والأم بي سي تحديدا من تدخلها السافر في انتخابات دولة الكويت، واستضافة بعض المشاغبين في الوسط السياسي، ومحاولة تأليب الرأي العام الكويتي. أنا ما نسيت، أنا اللي أقوله حفظه. لكن أنت انتبه يا وليد الإبراهيم، إذا أردت أن تكون كذوبا فكن ذكورا، فول ستوب. اعرف أن الكويت نشأت على الرأي والرأي الآخر. عطني محمد بلوشي